بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل المحبة والخير، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الفضيل. أهلا وسهلا بكم أعزائي أحبائي، معكم الآن من غرفة المونتاج، من غرفة صناعة الدراما وتحويلها من حالة بصرية عادية إلى حالة إبداعية جمالية فيها هذا الرونق الدرامي للفعل التمثيلي. معنا الأستاذ بشار النجار، مخرج عمل أو مسلسل نزيف التراب، وها هو الآن من غرفة المونتاج. نريده أن يقول لنا حيثيات وملابسات عن غرفة المونتاج، وعن جد هي بدها جهد ولا لا؟ لأنه الناس عدم مؤاخذة أستاذ بشار قبل ما تحكي، الناس ماخذة فكرة أنك قاعدة بتشوف مشهد دقيقة دقيقتين سهل بسيط. والله هذا الدقيقة دقيقتين تكون كيف صناعته وراء غير المصور ومهندس الصوت والممثلين والإنتاج، وراء تقريبا 11 شخص بنفذ الإنتاج المونتاج. عفوا، احنا موجودين في شركة درة عند الزميل والصديق إياس ياسين. طبعا هم معنا في شراكة في تنفيذ الإنتاج مع شركة ريدي برودكشن. احنا هنا في عنا 4 أجهزة شغالة عليها، يعني أيادي كثيرة حتى ننجز حلقات المسلسل. طبعا مع العلم انه احنا حاليا إلنا تقريبا يوم وشوي ما شفناش الشمس، يعني قاعدين في غرفة المونتاج بشكل متواصل. عن جد العوافي عافيك يا رب. المونتاج هو إعادة تأليف وإخراج للمشاهد، حتى بعد كتابتها وتصويرها نرجع في المونتاج نخلق أشياء جديدة. الحمد لله رب العالمين، بنشد الأشياء، بنقويها، بنختار ننتقي الأفضل فالأفضل، ومرات بنحط ملاحظات للتعديل لاحقا أو الإضافة حسب حاجة الخط الدرامي أو تفاديا وتلاشيا لأي خلل. الحمد لله أنجزنا حلقات من المسلسل، أخذت منا وقت وجهد كبير جدا، ولكن النتيجة مشرفة. وبالنسبة لي أول 5 حلقات في نزيف التراب بقوة نزيف التراب الجزء الأول، كل الاحترام، مبالغة يعني. كل الاحترام. بس هي إضافة صغيرة على قضية المونتاج. احنا عمالنا يعني المونتاج يا جماعة هو العمل بتصور وعمليا عملية تصويره، وهي مشاهد مفككة، مشاهد متباعدة لا يمكن نقدر نشاهدها. الذي يضبط هذه المشاهد وتصبح من خلال هاي العملية الضبط عمل متكامل مترابط متسلسل أمامنا، اللي هي عملية المونتاج أو المونتير من كله. مش هيك يا بشار؟ نعم صحيح. اللي بصراحة جهود كبيرة تبذل من ماستر الصوت والموسيقى وتجميع المشاهد وفرزها، اختيار اللقطات والمونتاج الأولي، ومن ثم مونتاج التفنيش. مطبخ، أي نعم، مطبخ بكل ما تحمل كلمة من معنى. يعني أنا بالنسبة لي المونتاج لوكيشن ثاني غير لوكيشن التصوير. أيوة. احنا مجبرين يعني نتابع ونراقب كل ملزمون لقطة وثانية. نحن ملزمون بالإبداع يا جماعة. شو شعار المسلسل؟ شعار المسلسل اللهم إني صائم لا للإبداع والموت للممثلين. شكرا لك أخ بشار على هاي الإضافة وعلى هذا التوضيح فيما يتعلق بمسألة الإنتاج. وبس ناخذ لقطة صغيرة للشاشة. خبي حطي له بلاك. يعني هاي هي الأخت أمانة عمالة تصنع لنا في مشاهد. هذا جهاز من أصل 4. هذا جهاز يا جماعة من أصل 4 سامعين، جهاز من أصل 4. أيوة، وهبوا عن جد، هبوا المونتاج إشي عالم آخر. كل التحية لهذا الطاقم الجميل، على رأسهم بشار النجار، ليث عمران، راشد صالح، وبقية الطاقم الجميل من ممثلين وتقنيين وإنتاج إلى آخره. شكرا لكم، وانتظرونا في فيديو آخر إن شاء الله. سلامات.